الونسة، الضحكة، اللمة، حجيتكم ما بجيتكم، خير جانا وجاكم، بالليل وبالنهار، في القمرة وفي الرملة، عن مدينتي بحكي لكم، عن شعبي بحكي لكم، باللهجات، بالونسات، بالضحكات، باللمات، حكايات التعيتر. الحكاية دي حكاية حقيقية حصلت لي أنا شخصيا في الحارة 51 الثورة. كنت ساكن هناك، عندنا جارنا دق لي الباب. ومرات انت في الحي بتكون بحياتك الطبيعيه العاديه اللي هو حكايه دعيتر وممثل وكده، انت دي ما بتشتغل بها كثير، داير تبقى مختار، ود الحله، زول الحله، رجل الحله كده يعني. فجاني واحد كده دق لي الباب، يعني فتحت الباب لقيت لك متكيف كده، استرحال صلوات الله ورجع الحمد لله، استاذ كيف تمام الله ورجع الحمد لله، الله ورجع الحمد لله، ان شاء الله طيب، الله ورجع. بالمناسبه قال لي جابوا لي ولد، جابوا لي ولد هاي. قلت له تمام ما شاء الله، الله يبارك فيك، الحمد لله. قربت اتذكر حكايه استاذنا جابوا لي ولد دي، ميزوموسه مع ابو اللمين. ابو اللمين الله يرحمه كان قاعد في الاتحاد، وميزوموسه طبعا راجل طيب جميل يعني بيطبعه كده، فلف على الاتحاد كله، ده ولده الاول افتكر. والناس كلهم السلام عليكم كيف حالك سلامات يا اخي، جابوا لي ولد، جابوا لي ولد. جلاء ابو اللمين، يا استاذ ابو اللمين جابوا لي ولد، ما شاء الله يتربى بعزك ما شاء الله، يعني نقول لك مبروك. لفه وتاني جلاء ابو اللمين، يا ابو اللمين جابوا لي ولد، قال له تاني. انا كرمت اقول للراجل ده فرحان، ده جابوا لك ولد تاني. فقام قال لي يا استاذ يا اخي بكره تفطر معانا، عندنا سمايه بمناسبه كده كده كده، جابوا لي ولد. قال له تمام. لبست لي عراقي وطاقيه كده وسروال وسفنجه، جيران، شغل جيران. بعد الساعه 10 كده مشيت عليهم موعد الفطور. خشيت البيت لقيت لي زول واحد بس قاعد في نص البرندة، برندة كبيرة كده فيها شعبة في النص أو ركيزة في النص. الزول ده النوع المتوتر ذاك، بيكون ماسك شنبه كده. 3 سنوات قال لي مرحبا أهلا أجينا، أهلا مرحب، اتفضل اتفضل، مرحب بيك، أهلا مرحب، الله يبارك فيك. ما بديك فرصة ذاك تقول له الله يبارك فيك. قلت له ده بيت السماء؟ قال لي اي ده بيت السماء يا معزوم وكدي. قلت له اي معزوم؟ هي معاك عمك بطرافه بكف، عم الناس دي اي عمهم. انا جيت من البلد للسماية، اتفضل اقعد، انت جار؟ قلت له جار. اي جار سمح، جارك القريب ولا دمك البعيد. اي مرحب بك، الحمد لله. ما شاء الله. وساكن هنا بيتك بيفتح عليهم طوال؟ قلت له ثاني بيت من هنا ما شاء الله. البيت ليلك ولا ليل ابوك، وملك ولا ايجار؟ قلت له ملك. اي الملك سمح، الزول بقى يعني ساكن ملك وساولك وساولته ودفع لك فوق الدفتر، بتلقى عيلك مؤجل كان طفش ثاني تلقى وين. اي تلقى وين. بيتكلم كده الراجل. قلت له انا سعيد بانه اتعرف عليك. قلت له منو؟ قال لي بطرافه بكف. اي مرحب بك، الحمد لله. والبيت الساكن فوق اللي لك ولا اللي لابوك؟ قلت له بيتي انا ما شاء الله. بيتك ملكك ما شاء الله. وشغال شنو؟ قلت له انا ممثل. عايم فيني كده بالي امثل دي في الذاكره بتاعته. اي ممثل وين بالضبط؟ قلت له يعني تمثيل دراما. اي دراما ما شاء الله ما شاء الله. وين في الدولة؟ يعني موظف اللي الدولة وكذي وزول زول دولة؟ قلت له لا ممثل انا يعني في التلفزيون. اي مذيع مش كذي؟ قلت له لا تمثيل، تمثيل يعني تمثيل دراما. قلت له قال لي يعني واحد من الممثلين يعرفه يعني؟ قلت له انا بمثل يعني اميتاب باتشان، عادل امام، الفاضل السعيد، خورشيد. قلت له قال واحد من ديل بيت قضيم. اي وديل شغالين معاك؟ قلت له عمر انت والله قصتك كله بايظه. اي قلت له يا اخي تمثيل كوميديا بضحك الناس، انا بضحك الناس يعني، بعمل تمثيل بخش الحته وبحكي وكده. اي مضحكه ومسخره وكذي. قلت له بس بالضبط كذي ما شاء الله.
والبيت ده بنيته من المضحكه دي. قلت لها اي ما شاء الله. والله ان جاكم ود النقر هنا ينجمكم نجام القبور. ود النقر ده ظهر على الارض ضحك الحله كلها هناك. ما شاء الله. اي قلت لها شنو؟ قلت لها تمثيل. اي تمثيل. تمثيل ما شاء الله سمح. وشغلتك من زمان ما عندك شغله غيرها؟ قلت له لا بس هو شغال ممثل لي 30 سنه. ما شاء الله سنين عدده. ما شاء الله. ربحت فوقها؟ قلت له ربحت الحمد لله. عاج ربحت يا أخي. والله السمايه دي قال لي السمايه بتجي هسي بتجي الفطور الناس جايين الا قلبوها غدا. قلبوها غدا والونسه دي كلها ما كان قلبوها غدا. قال لي قالوا احسن غدا بدل الفطور وانا جيت والناس جايين ورا. ايوه قلت اسال بيه. قلت له انت شغال شنو يا حاج؟ قال لي قلت له انت شغال شنو جاتك تاره؟ قال لي انا ولدي. الله يغفر لي. الله يغفر لي. الله يغفر لي. قلت له يا حاج قول بسم الله مالك؟ قال لي انا ولدي شغلتي كانت صعبه. قلت له يعني شنو؟ شغال في المغابر؟ قال لي لا ولدي اريد حانوتي ناي شغال في مشرحه شغلانه حاره يعني كنت بتختلس في شنو يا حاج مالك؟ قال لي شغله حاره والله ولدي. الله يغفر لي الا تبته. قلت له شغال شنو يا حاج؟ قال لي انا كنت هامباد بقلع حق الرجال. انك شرار حمره. وفي قلعي ما بقلع الا من القالع. زول سعيه بقلع السعيه. وبقلع مين اي شخص مهما كان رجالته. زول هوين ما بقلع منه. اما كبطرافه بكف يوم من الايام يا ولدي توبني جنا دريفو وصغير كان 18 كان 17 سنه. جنا شارب لبن. الجنا كان راعي وسايق له نوق سمحات خلاص. نوق ما بتنطن وهو زول ما قالع ولا فارس. جنا هوي لكن النوق عجبني. كنت بطرافه بكف شيلي وكان نادى اهله يلاقوني. قلت له جنا اطالع فوق السعيه لا فوق دي الناقه. انا عمك بطرافه بكف انزل لي من البهايم ديل. النوق ديل عجبني اقرين اللي ونادي اهله قول لهم قرعنا بطرافه بكف. اجينا ناغمني من فوق الناقه قال لي يا عمنا راعي والراعي الحاجه دي امانه عنده. السعيه دي مديني لها اهلها بس ربين كدي ياكلن وبرجع لها اهلين. لكن عمين بقيت داير لك كرامه شيل الحمل ده حقي. قلت له انا عيني لي النوق تقول لي حمل؟ قال لي يا عمي والله يعني السعيه دي امانه ما بقدر انطها ولا بمشي بنادي لك زول ولا بقروني ليك. قلت له كلامك ده ما ضاع جنا؟ قال لي ما ضاع عمي. قلت له اول شيء ما تقول لي يا عمي انا همباتي انزل من السعيه دي وكان عندك كلام نظمي انظمه. قلت قال لي يا عمي الكلام اللي ما سمح مع الناس الكبار ما سمح. اجينا ما ادب خلاص. قلت له انزل. اجينا قال لي يا عمي بقيت داير لك حمل عليك الله كرامه شيله وخلى النوق. قلت له يا جنا انا داير بارزه كنزي تحت الرجاله بقلعين. قال لي الرجاله مع الزول الكبير ما سمح. اجينا شلت الصوت دار الكودوكه دي نط من الناقه دي مثل الصقير تلب نمر قابلني اسد. جنا اظنك بتقلدني في صباي. قال لي يا عمي المبارزه مع الزول الكبير والمضاربه ما سمحه. قلت له انفرس وده عكازي وده سيفي وده صوتي. قلت اجينا دي لقده في ركبه ودي صوت بيقوم جاري ينادي اهله. اجينا مشى على شجره اللي كتر ما خلى فرع منها وبربح مكان الملكه محل الممسكو ده والشوك فوق الفرع. قطع الفرع من فوق والشوك بقى كله في الفرع. وقال لي يا رع عمي اللي انا بقول لي يا عمي. ومشيت لي غادي الجنة عرض مثل الصقير مثل الحدي مثل النمر مثل الاسد. وقال كذي وقلت جيت قالع عليه. الجنة نط خدت رجله في كتفي والري عرض علي بشمالي. شفت نجوم القايله لفيت زعلت فتشت جاني من فوق والري بيميني والري بشمالي. وكنت زعلت سليت سيفي
الجنة فتشت ما لقيته جاني بظهري ريعرط لي الشوق ده كله بظهري تسمعني وانبرشت على بطني. قد رجله في كتفي قال لي الليلة يا عمي حتى الحين الحمل حقك إن بقى دايره كرامة شيله. عينت في طرف الفريق اشوف له نسوان اي زغرة الجنة انه شارب لبن امه. قلت له يا جنة الحمل خليته والنوك خليته وتبت لوجه الله من الليلة يا جنة. بقيت تاني من فريق لفريق دول سماية ساكت